ليه بنزهق من المشي ومش بننتظم عليه؟ وإزاي نحوله لأداة طبية في حياتنا اليومية؟ كل الناس بتقولك امشي، بس ليه؟ وإزاي تمشي من غير ما تمل؟ وإزاي تخلي المشي عادة في حياتك اليومية تشفيك بدل ما تكون واجب عليك؟ النهاردة هقولك إزاي تستخدم المشي زي الدواء بالظبط. كل هدف صحي وليه طريقة مشي مختلفة. أهلا بيك في فيديو مش عن المشي ولا عن فوائد المشي. هكلمكم عن استخدام المشي كأداة يومية من غير ما تحس إنك بتتمرن، ومن غير ما تفقد الحماس بعد أسبوع. ولو بتعاني من الضغط أو السكر أو وزنك بيزيد أو حتى بتنسى كتير وعايز تركز أكتر، في نوع مشي مخصوص ليك وهيساعدك أكتر من الأنواع التانية. وعشان كده هنقسم الفيديو 3 أجزاء. أول جزء إزاي تحدد هدفك من المشي وطريقة المشي المناسبة لكل هدف. تاني جزء إزاي تحافظ على رياضة المشي من غير ما تزهق ولا تمل. تالت جزء جداول للمشي حسب كل هدف. نبدأ بأول جزء، امشي الهدف مش لمجرد الحركة. كل فايدة من الفوائد اللي العلماء قالوها عن المشي ليها أسلوب مشي مختلف. خلينا أشرح لك بالأمثلة. واحد، لو عندك ضغط عالي ما تمشيش بسرعة قوي، لأن أبحاث كتير بتقول إن المشي المتوسط مش البطيء ولا السريع هو اللي بيساعد في تقليل الضغط. يعني مثلا امشي من 20 ل 30 دقيقة بعد الشغل مباشرة على رصيف هادي أو مول مفتوح، وخد بالك ما تسمعش مزيكا، اسمع صوت خطواتك، ده بيقلل التوتر أكتر. اتنين، تقليل السكر التراكمي. يبقى أهم 10 دقايق في المشي عندك هم بعد الأكل ب30 دقيقة، ده بيخلي جسمك يحرق السكر في الدم بدل ما يخزنه. يعني بعد الغدا قوم امشي حتى لو في أوضة البيت، حتى لو بتلف حوالين الكنبة. وكمان ممكن تطبق بطريقة أسهل من كده، امشي في مكانك وانت بتتفرج على المسلسل. يعني مش ضروري تغير هدومك وتروح تدور على مكان مناسب، لا، انت لو عايز الفايدة ممكن تطبق المشي بطرق أسهل بكتير. المهم تستمر. 3، لو هدفك تنزل وزنك، ساعتها المشي قبل الفطار بيفتح الحرق معاك، وخصوصا لو صايم من بالليل. والتطبيق العملي انك تصحى 15 دقيقة بدري وتمشي حتى لو في مكانك، وسجل وزنك كل 3 أيام، وخليك فاكر ان الاستمرارية بتعطيك نتائج نفسية أهم من الميزان. 4، لو عندك نسيان أو عدم تركيز أو بتسرح كتير، المشي في أماكن خضرة زي الحدائق والبلكونات اللي فيها زرع بيزود من تدفق الدم للمخ. يعني مثلا وانت بتعمل مكالمة شغل امشي حوالين البلكونة أو في الشارع، وهتبقى كده ربطت المخ بالتركيز مع الحركة، وده هيحميك من أعراض الشيخوخة والزهايمر. 5، لو نفسيتك وحشة أو زهقان، المشي بالليل وسط الناس بيخلي المزاج يتحسن. يعني ممكن لو مزاجك وحش تنزل تتمشى بعد العشاء حتى لو 10 دقايق. وفكر وانت ماشي في تاسك أو مهمة واحدة تحلها، مشكلة بتفكر فيها، رسالة تكتبها، فكرة لحاجة حلوة، المهم تشغل نفسك وانت ماشي. الجزء التاني، امشي من غير ما تزهق. كلنا ابتدينا المشي ووقفنا أو بنمشي من وقت للتاني بدون انتظام عشان المشي لوحده ممل. بس في حل لكده. 1، امشي بالهدف مش بالزمن. ما تقولش هتمشى 30 دقيقة أو هتمشى 20 دقيقة، قول هتمشى لحد ما أوصل ل5000 خطوة. هتلاقي دماغك بدأ يحول التمرين من واجب وحاجة عايز يخلص منها لتحدي. 2، امشي وانت بتنجز حاجة، اسمع بودكاست، كلم شخص عايز تكلمه ما كلمتوش من زمان، حتى سجل فكرة الفيديو أو فكرة الشغل. خلي المشي عندك وظيفة ذهنية مش بس جسدية. 3، غير طريقك كل أسبوع. التكرار بيخلي المخ يتجاهل العادة. جرب تمشي في أماكن مختلفة كل شوية، في مول، في شارع جديد، أو حتى جوه بيتك لكن بطريقة مختلفة. الجزء الثالث معانا هي 5 جداول للمشي حسب هدفك. لو عايز تنام أحسن، امشي بعد المغرب ب3 ساعات ببطء بدون شاشات 10 دقايق بس. ولو بتشتغل على كرسي طول اليوم، امشي دقيقتين كل ساعة، واظبط منبه على كده. وفي كمان بعض الساعات الذكية اللي بتنبهك للموضوع ده لو انت فضلت قاعد لمدة أكتر من ساعة، وده بيمنع تراكم السكر والدهون. لو عندك كرش، امشي قبل النوم لمدة 20 دقيقة، مشي سريع بس منتظم، ده بيقفل الشهية وبيحسن الهضم. ولو بتحب الجيم ومنتظم فيه، خلي المشي جزء من التهدئة بعد التمرين، أهميته زي الأكل بعد التمرين بالظبط.
ولو جديد على المشي تماما ابدأ ب1000 خطوة يوميا وزود كل 3 أيام 500 خطوة. ساعتها في خلال شهر واحد بس هتوصل للحد المثالي من غير تعب ولا ملل. الجزء الأخير والخلاصة: المشي مش نشاط بدني، المشي أداة علاجية زيه زي أي دواء بالظبط. لو ما استخدمتوش صح مش هيديك النتيجة اللي انت عايزها. السر مش في المشي نفسه، السر في انك تعرف هتمشي امتى، قد ايه، وليه. وفي النهاية لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب واستناني في الفيديو الجاي.